قبل ما تفرح باي طلعه او تقلق من اي نزله في التشارت، بص الاول السعر لسه جوه القناه ولا خرج منها. القناه السعريه هي من اذكى ادوات التحليل الفني، لانها مش بس بتقولك السعر ماشي فين، دي كمان بتقولك هو بيتحرك جوه حدود ايه. يعني بدل ما ترسم خط اتجاه واحد بس، انت بترسم خطين متوازيين بيحصروا السعر ما بينهم. خط تحت بيربط القاعان ودي ارضيه القناه او الدعم، وخط فوق موازي ليه بيربط القمم وده سقف القناه او المقاومه. وطول ما السعر ماشي ما بين الخطين يبقى هو لسه بيتحرك جوه ممر واضح، ينزل قريب من الخط اللي تحت فيرتد، ويطلع قريب من الخط اللي فوق فيهدى او ينزل. بس قبل ما اقول لك ليه ناس كتير بتخسر هنا، اعمل فولو علشان تشوف محتوى اكتر عن التداول من غير اي تعقيد. وهنا بقى النقطه المهمه، اكبر غلطه ناس كتير بتقع فيها انهم يشوفوا اي طلعه فيفتكروها اختراق، او يشوفوا اي نزله فيفتكروها انهيار، مع ان الحقيقه غير كده تماما. طول ما السعر جوه القناه فكتير من الحركات اللي انت شايفها بتكون طبيعيه جدا. يعني السوق لسه ماشي في نفس المسار ولسه ما ادكش اي اشاره حقيقيه ان في تغيير حصل. وده الفرق ما بين واحد فاهم السوق وواحد بيتوتر مع كل شمعه. يعني مش مطلوب منك تعرف كل حركه جايه، لكن المطلوب منك انك تعرف ايه الطبيعي وايه اللي بيعتبر تغيير حقيقي. وطول ما السعر جوه القناه انت عندك حدود واضحه للحركه. لما يقرب من الحد السفلي تبدا تراقب، ولما يقرب من الحد العلوي تبدا تهدي وتحسبها صح. لكن اول لما السعر يخرج بره القناه هنا لازم تاخد بالك، لان الخروج من القناه مش حركه عاديه، ده معناه ان السوق بدأ يغير مساره، قوة جديدة دخلت اقوى من الشكل اللي كان ماشي بيه. وعشان كده كسر سقف القناة بيعتبر اشارة مهمة جدا ان ممكن تبدأ حركة قوية في اتجاه الكسر. خلينا اديك مثال واقعي، زي عربية ماشية جوه حارتها على الطريق، طول ما هي ما بين خطين حركتها مفهومة ومتوقعة، لكن اول لما بتطلع بره الحارة انت فورا بتاخد بالك لان في تغيير حقيقي حصل. خد الخلاصة من اخوك درويش، القناة السعرية هي ممر بيتحرك السعر جواه بين دعم تحت ومقاومة فوق، وبتساعدك تفهم هل الحركة دي لسه طبيعية ولا السوق بدأ يخرج عن مساره. لأن أكبر خسائر ناس كتير في السوق مش بتحصل لما السوق بيفاجئهم، أحيانا بتحصل لأنهم استعجلوا واعتبروا الحركة العادية إشارة دخول أو خروج. بس عندي سؤال ليك، إيه اللي بيلخبطك أكتر في السوق؟ الاختراق الحقيقي ولا الحركات العادية اللي بتبان كأنها اختراق؟ اكتبها في الكومنت.